هاي، ازيكم؟ انا مريان وهكون معاكم في ABC Parenting Tips. يلا بينا. قبل كده اتكلمنا عن انه الناس كتير قوي بتبقى رأيها مختلف ومتباين، يعني في ناس بتبقى موافقة على اللي احنا بنعمله، في ناس ما بتبقاش موافقة، ودايما الناس بتحب يعني تتدخل شوية في ان هي تقول رأيها في اللي احنا بنعمله. والموضوع ده مش بس في الأطفال، مش بس في إن هما بيتدخلوا في إن هما بيأثروا على تصرفاتنا، لكن كمان كتير قوي بيبقوا معترضين على اللي احنا بنعمله مع ولادنا. يعني كتير قوي بيحبوا يدوا رأيهم في طريقة التربية بتاعتنا. يعني لو مثلا احنا لو بنزعق يقولوا لنا لا ما تزعقوش، ما تعملوش كده، لا حرام. او لو مثلا لو ما بنزعقش خالص يقولوا يا جماعة زعقوا شوية، الله يعني انشفوا كده ومشوا كلامكم على الولاد، ما تبقوش تراي كده. دايما الناس بتبقى عندها رأي ودايما لازم تقوله، والرأي ده بيبقى مختلف من شخص للتاني، واحنا في النص بنتسحل وسط الآراء الكتيرة، وسط الكلام الكتير، وبنبقى مش عارفين نعمل ايه، ومش عارفين نرضي مين ولا مين، ومش عارفين هو احنا اللي بنعمله ده صح ولا غلط، من كتر ما بنبقى شاكين في اللي احنا بنعمله من آراء الناس اللي حوالينا. علشان كده احسن حاجة نعملها ان احنا نقرأ كويس ونذاكر كويس ونبقى عارفين احنا بنعمل ايه، ونتفق مع بعض كأب وأم على طريقة التربية اللي احنا عايزين نطبقها على أولادنا، بصرف النظر عن رأي الناس اللي حوالينا، لأن آرائهم عمرها ما هتخلص، وآرائهم عمرها ما هتبقى واحدة، دايما هيبقوا آرائهم كلها مختلفة. ممكن في نفس القعدة 2 طاطات قاعدين، واحدة تقول اعمل كده والتانية تقول لها لا ما تعملش كده، وهما في نفس القعدة قاعدين مع بعض، ممكن يكونوا صحاب جدا ويعرفوا بعض من زمان بس مختلفين. طبيعي، الناس كلها مختلفة. علشان كده احنا لازم نكون عارفين احنا بنعمل ايه كويس، عشان ما نتلخبطش وسط الآراء الكتيرة ونتوه ونبقى مش عارفين احنا بنعمل ايه بالظبط مع اولادنا، واولادنا مع الاسف يتحولوا لفران تجارب بنجرب فيهم احنا المفروض هنربي ازاي، عشان بعد كده لما يجي البيبي التاني يبقى هو فار التجربة التاني، وهكذا لحد ما نبقى كله تايه وكله مش عارف يعمل ايه، والعيال كلها بتبوظهم. علشان كده لازم نذاكر كويس قوي ونقرا كتير جدا احنا بنعمل ايه وعايزين نعمل ايه، وايه رؤيتنا لولادنا، احنا عايزين تكون تقريبا شخصيتهم عاملة ازاي. ميرسي، واشوفكم الفيديو الجاي.